صلي على النبي اختي. روحي نادي على جوزك من الشباك، قولي له انا عامله لك صينيه وراك. يلا بينا اختي. اول حاجه هتعمليها اختي، في طاسه سخنه هتحطي حته زبده حلوه كده وعليها شويه زيت عشان ما تتحرقش. بعد كده هتجيبي الوراك بعد ما غسلتيها وتحطيها بنفس الطريقه عشان تتصدم معانا وتتحمر من الوشين. مهم جدا اختي ان الوراك بتاعتك تتحمر من الوشين زي ما انت شايفه. هنسيبها شويه لغايه لما نقلبها على الوش التاني تكون خدت الوش الاول بتاعها. كده هنقلبها على الجنب التاني زي ما انت شايفه اختي. نفس الوقت اللي سبتيه على الجنب الاول هتسيبيها على الجنب التاني، وبعد كده هتطلعيها في طبق زي ما انت شايفه اختي. الوراك اتحرمشت من الجنبين، هتطلعيهم في طبق وتركنيهم على جنب. وفي نفس الطاسه اللي فيها الزبده والإدام بتاع الفراخ هتحطي بصلايه يا اختي تكون متقطعه طرنشات، واهتم بالبصل عشان جوزك يتصل. وركزي معايا يا اختي عشان انا بيعلى ضغط. الله يبارك لك. بعد ما البصل يطرى وياخد تشويحه حلوه هتنزلي عليه بمعلقه توم